بمساعدة تحكيمية سنغالية، الأهلي يلعب وصن داونز يعبر إلى النهائي لملاقاة الوداد المغربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أصحابي وأخواتي وحبايبي، كل عشاق ومشاهدي ومشجعي كرة القدم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات أهلاوي فندي. بتمنى يا رب تكونوا بألف خير. بتمنى ان حضراتكم ما تحرموناش من اللايك من الشير، ولو حضرتك جديد معانا نتشرف بحضرتك تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من برنامج اهلاوي فندي. الاهلي يخسر امام صن داونز بنتيجه المباراتين 1-0. صن داونز يعبر الى النهائي علشان يلاقي الوداد المغربي. لحد امتى؟ لحد امتى الاهلي هيفضل موجود او هيقع تحت طائلة التحكيم الافريقي؟ لحد امتى هنفضل نعاني من ظلم التحكيم الافريقي؟ اكيد في ناس كتيرة دلوقتي هتقعد تقول هي الشماعة بتاعتكم على طول هي التحكيم. بس اعتقد ان البني ادم اللي هيقول الكلام ده هو بني ادم مريض، ما حدش يزعل مني. اللي ما شافش ضربة الجزاء الاخيرة دي يعني مش عارف، يعني هل ممكن حد ممكن يقول لا دي مش ضربة جزاء تمام؟ اكيد هيطلع ناس ويقول لك لا اصل ايده مش مكبره جسمه. لا، بص لها كويس، ايده بعيد عن جسمه شويه. صحيح ما ايده مش مرفوعه قوي، لكن ايده بعيد عن جسمه شويه. تمام؟ وضربة جزاء موجوده، هو واقف على الخط والكرة جزء كبير منها لمس الخط. ويمكن اتعرضنا قبل كده في حوار في حلقه من حلقاتنا لكرة كانت في الدوري المصري، تمام؟ والكوره كانت لامسه الخط وقلنا لا ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء. تمام؟ طب الحكم ادى لمسه يد في الاول على اساس ايه؟ والحكم كان قريب منها جدا. راجع كده المباراه تاني هتلاقي الحكم كان قريب. انت اديت لمسه يد على اي اساس في الاول؟ على اساس ان هي مش من جوه. لما الفار ندهلك ورحت علشان تشوفه، ايه اللي حصل؟ بصيت فيها تاني واتمعنت فيها فلقيتها ان هي يعني من بره ولا من جوه ولا ما جاتش في ايده اساسا، ولا ايده مش مكبره جسمه، ولا ايه بالظبط؟ تمام؟ انا مش عارف. الحكم انا مش هقول ان هو وحش طول المباراه، لكن اشمعنى لازم تحصل اخطاء تحكيميه يا جماعه جسيمه تاثر على مجريات مباراه؟ اصلها مش عارف، مش ضربه حره في نص الملعب، ولا لمسه يد في نص الملعب، ولا حاجه لسه في وقت كتير فيها تعويض. ده انت بتتكلم في اخر الدقيقه. تمام؟ ولمسه يد صحيحه. حرام. انا مش هاجي على النادي الاهلي النهارده، واللي متخيل ان انا ممكن النهارده اقول لا والاهلي خسر ولا ونقعد نقطع في لا 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 خالص. كولر بدأ المباراه صح مليون المية، نزل بالتشكيل المناسب جدا جدا جدا، واللعيبه عملت اللي عليها وزياده في الشوط الاول. تخيل كده، بص شوف كام كوره واللعيبه عامله بريس كويس جدا، عامله ضغط كويس جدا على صن داونز. طب هنعمل ايه؟ كور في العارضه وكور غريبه بتضيع كده، ما تفهمش. اللعيبه عامله اللي عليها تمام التمام، من اول الشناوي لاكرم توفيق. يا جماعه انا ساعه ما شفت اكرم توفيق في التشكيل في الاول، على قد حبي الشديد جدا لاكرم توفيق، لكني كنت قلقان ان يعني اكرم لسه راجع طب هل دي يا كولر، هل دي المباراه اللي ممكن يعني يبدا فيها اكرم توفيق؟ فعلا هو انسب واحد كان يلعب. اكرم توفيق عامل مباراه بص جميله جدا جدا جدا. رامي يمكن عصبي شويه لكن عمل اللي عليه. عبد المنعم ليه عتاب صغير بس عليه. يا عبد المنعم ساعات بتغيب منك، كنت هتكلفنا النهارده برضو حاجه كده ما كانش لها لازمه اكتر من اللي احنا اتكلفناه طبعا يعني. تمام؟ علي معلول ما تزعلش، حصل خير، قدر الله ما شاء فعل. انت اديت كتير قوي للاهلي وفرحتنا كتير قوي. مفيش حد ما بيضيعش.
اقول لك مين من الكبار اللي ضيعهم؟ بلاتيني ضيع، روبرتو باجيو ضيع، زيكو ضيع، يعني لعيبه مش هنقعد نعد لعيبه، تمام؟ لعيبه كتير قوي ضيعت، مفيهاش مشكله. يمكن احنا كنا محتاجينها صحيح، بس قدر الله ما شاء فعل، هنعمل ايه يعني؟ انت داخل وشايطها صح جدا، وشايطها في زاويه كويسه جدا، وباصص للزاويه الثانيه علشان الخداع، كل الحاجات اللي ممكن تحصل في ضربه الجزاء انت عملتها، لكن توفيق من عند ربنا لحارس مرمى. بصراحه انا مش شايفه هو حارس مرمى جامد يعني، بس هي توفيق من عند ربنا. بص حارس المرمى ده بيطلع يمسك الكره ازاي، وبتقع منه ازاي، والكره البلياردو اللي جت في رجل كهربا وتصد في العارضه، والكره بتاعت بيرسي تاو اللي جت في العارضه برضو، تمام؟ كره كهربا جت في القائم، اما كره بيرسي تاو جت في العارضه. ويمكن ساعتها حتى صحيح الحكم حسبها اوفسايد، ولو اتعادت 90,000 مره هتشوفها هي ما فيهاش اوفسايد. ده في يمكن ربع متر الباك المدافع سابق بيرسي تاو شويه، تمام؟ فيعني هو قدر الله ما شاء فعل. احنا زعلنا وانا زعلت، ويمكن قعدت بعد المباراه 5 كده عمال افكر هطلع اسجل الحلقه دي ولا لا. لكن في النهايه لقيت ان هسجلها. مش هسجلها ليه؟ عشان ايه؟ هو انا لازم اروح كاس عالم، اخد كاس عالم واروح مش عارف ايه؟ لا، انا مش بلعب في وسط شويه عيال صغيره. انا فريق كبير وبلعب في وسط فرق كبيره. وصن داونز انا قلت في حلقه امبارح وقلت في حلقه اول امبارح، هي فرقه تقيله وفرقه كبيره، مفيش مانع ان هي تطلعني من بطوله. ما انا السنه اللي فاتت بالرغم ان هم غلبونا، انا اللي خدت بطوله الابطال، دوري الابطال. ايه المشكله؟ عادي، والكوره مكسب وخساره. عتابي بس في حاجات صغيره قوي. عتابي على حسين الشحات. يا حسين انت لعيب جميل، انت لعيب كويس جدا، تمام؟ بقالك فتره انت زي ما انا قلت قبل كده، انت حاسس ان انت نجم الشباك، وده هيضيعك. ارجع العب جماعي. احنا الايام جايه مش رايحه. مش هنقول ان خلاص بقى ان الدوري الافريقي ده نهايه الكون ونهايه العالم، لا 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 لا. هي بطوله احنا صحيح كنا حابين ان احنا ناخدها، لان هي لسه اول بطوله من نوعها تتلعب، وفيها 8 فرق اقوياء. لما كنت تطلع انت الاول عليهم كانت هتبقى حاجه كويسه. لكن هو زي ما برضه هفضل اعيدها، قدر الله وما شاء فعل. لكن الايام جايه يا حسين، ركز علشان اللي انت بتعمله ده هيوقعك، تمام؟ امام عاشور. امام عاشور بامر الله يا جماعه، زي ما قلت قبل كده هو الجوهره. لكن النهارده امام هو تعب قوي في الشوط الاول، والراجل لسه راجع من اصابه، والراجل قاعد بقاله فتره ما بيلعبش. الحاجات دي ما حدش يعلق عليها، صدقوني الحاجات دي بتفرق مع اللعيبه كتير. اللعيب اللي رجله في الملعب غير اللي بقاله 3 4 مباريات زمايله بيلعبوا وهو ما بيلعبش، والتمرينه مهما كانت مش زي المباراه الاساسيه. امام عاشور عمل اللي عليه. يمكن هو بعد ربع ساعه كمان من الشوط الثاني انا حسيت ان امام خلاص مش قادر يجري، تمام؟ بيرسي تاو النهارده، شوف احنا بقالنا كام حلقه كنا بنقول ايه؟ بيرسي تاو مش موجود، وبيرسي تاو لا، بيرسي تاو النهارده بادئ ان هو يرجع لمستواه تاني. يعني اهو. مروان عطيه كان هايل، اليو ديانج كان هايل، تمام؟ طيب خد الحظ برضه، رضا سليم اللي قلنا هينزل يحرك الدنيا شويه مكان حسين الشحات، تحصل الاصابه اللي حصلت ويطلع. وكرة رضا سليم برضه فيها فاول، هو الحكم عمال يعمل له كده ان انت نطيت في الميه. لحد امتى هنفضل في ظلم التحكيم الافريقي؟ اللي عاجبه الكلام ده يا جماعه اهلا وسهلا، اللي مش عاجبه انا ده رايي، محدش يزعل مني. في ظلم، في ظلم جامد جدا 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 على مدار المباراه. في حاجات كتيره قوي لو قعدنا نتكلم فيها، لا، في اخطاء.
صلاح محسن وموديست. اعتقد ان خلاص القطر قرب يوصل للمحطه بالنسبه للاثنين. تمام. موديست انت عمالين نقول يمكن يعني تنفقش ويمكن يحصل في الامور امور، بس انا لحد دلوقتي شايف التقل بتاع موديست تقيل في جريه، تقيل في مش عارف يعني، حاسس ان هو زهقان في اللعب، ما تفهمش، الله اعلم. تمام. وصلاح محسن طبعا يعني ربنا يوفقه مع فرقه ثانيه. انا مش هطول في حلقه النهارده يا جماعه، انا حبيت اطلع النهارده علشان اقول للاعيبتنا كلهم هارد لك، معلش حصل خير وقدر الله وما شاء فعل. وكولر انا لا زلت مصمم على ان انت افضل مدرب حاليا للنادي الاهلي، مش هينفع تمشي ويجي غيرك، عشان ما حدش يطلع بعد كده يقول لك ايه ما هو خسر قدام اتحاد العاصمه وراح السوبر الافريقي وادي الدوري الافريقي وادي مش عارف ايه، مفيش الكلام ده. انا عن نفسي لا زالت ثقتي في مستر كولر زي ما هي. النهارده الاهلي زي ما قلت في المقدمه، الاهلي يلعب وصن داونز يعبر الى النهائي ان شاء الله بامر الله. اللي جاي افضل واللي جاي خير، ومعلش قدر الله ما شاء فعل للمره المليون. مبروك لصن داونز، فرقه عملت اللي عليها ولعبت وعدت باي طريقه بايا كان. هم فرقه كوره يا جماعه، فرقه كوره ولاعيبه كويسه وبتعرف تكسب ايا ما يكون طريقه المكسب ازاي، باهداف كتير بتعادل. المهم ان هو النهارده هيبات سعيد وجمهوره هيبات سعيد وهيعدوا لملاقاة الوداد. اتمنى كل خير يا رب للنادي الاهلي في اللي جاي. سعيد جدا 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 بلقاء النهارده بحضراتكم. بقول لاخواتي وحبايبي كل جمهور الاهلي محدش يزعل، انا موجوع من جوايا قوي على فكره. تمام. بس هقول لكم ايه، معلش كلنا كده نطيب مع بعض خاطر بعض، علشان خلاص ما هي بص هي يوم 2 3 وهنلاقي نفسنا راجعين للدوري تاني وراجعين هاي في بطولات جايه كتير ان شاء الله بامر الله خير. سعدت جدا بلقائي مع حضراتكم، اشوفكم ان شاء الله بامر الله في الحلقه اللي جايه على الف خير. تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصور العالية روكسون دايما بنشجع الابطال. سمن عماد متعب مرتدة تصوير وجول جول جول جول. الفرصة للفريق الأحمر عرضية. ولكن احذروا الكاو ترجع الكرة بالراس. القاضية ممكن شاط الكرة علي محلول يوسف